ذكرى حية ومثال أعلى لكل من لعب كرة القدم. جمع كل صفات القيادة وقاد ناديه لعقدين من الزمن بكثير من الوفاء. مقاتل شرس ومدرسة في الالتزام. حقق كل الألقاب كلاعب ونائب للرئيس. أيقونة في بلاده وواحد من عظماء التانجو. من هو ضيف توقعاتي؟ فلنشاهد معا. بدأ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية خافير زانيتي مسيرته من الأرجنتين قبل أن ينتقل إلى صفوف إنتر ميلانو الإيطالي ويكتب معه التاريخ. لعب الكابيتان أكثر من 800 مباراة في صفوف النيراتزوري وقاده إلى إحراز 14 لقبا منها الثلاثية التاريخية مع جوزيه مورينيو. بعد اعتزاله سحب النادي رقم 4 من اللعب وعينه نائبا للرئيس. دوليا خاض زانيتي 145 مباراة بقميص التانجو وشارك معه في مونديالي 98 و2002 وهو الثالث أكثر من مثل الأرجنتين في التاريخ بعد ليونيل ميسي وخافير ماسكيرانو. خافير زانيتي أسطورة الكرة الأرجنتينية وأسطورة نادي الإنتر الإيطالي كلاعب وكنائب للرئيس. أهلا بك إلى الدوحة وأهلا بك إلى برنامج توقعاتي. Muchísimas gracias, es un placer estar acá. خافير ثالث لاعب تمثيلا لمنتخب الأرجنتين ب 145 مباراة. ماذا يعني لك هذا الأمر؟ Para mí la verdad que orgullo porque defender a mi país en cualquier parte del mundo con la camiseta de mi selección es un privilegio, la verdad que me sentí muy feliz. خافير، سؤال يسأله كثيرون: لماذا فشل جيل 98 في إحراز اللقب رغم تقديمكم لمباريات كبيرة جدا وأداء رائع؟ Éramos un gran equipo y la verdad que después de ganar la Inglaterra pensábamos que podíamos llegar a la final, pero quedamos eliminados con Holanda, pero era mi primer mundial y la verdad que por ser mi primer mundial nos fue muy bien. خافير، في مونديال 2002 الجميع رشحكم لإحراز اللقب، كنتم المرشح الأبرز ومع ذلك خرجتم من الدور الأول. الآن كيف تنظر إلى هذا الأمر وما كان السبب هذا الخروج المفاجئ؟ Nosotros también pensábamos que íbamos a ganar el mundial, pero lamentablemente quedamos eliminados en la fase de grupo. Había mucha ilusión con ese grupo, pero la verdad que nos tuvimos que volver antes para Argentina. Una lástima. هل خافير زانيتي متفائل بمنتخب الأرجنتين في هذا المونديال؟ Para mí tiene muchas posibilidades de poder ganar este mundial. هل برأيك المنتخب الأرجنتيني قادر إلى الذهاب بعيد وأنه مرشح للفوز، خاصة أن الكثيرون يقولون أن المنتخب الأرجنتيني الحالي بلغ مرحلة كبيرة من النضج الكروي بقيادة ليونيل ميسي؟ Ojalá que podamos llegar a las fases finales porque creo que esta selección ilusiona a todo nuestro país y seguramente venimos a Qatar para ser protagonistas. هل توقعات خافير زانيتي اليوم في برنامج توقعاتي ستكون مبنية على العاطفة والقلب كوراثون أم على المنطق الكروي والتحليل الفني؟ Esperemos que se siga. Sería bueno. لنبدأ خافير. 32 منتخب في هذا المونديال وزعوا على 8 مجموعات. برأيك وسريعا ما هي المجموعة الأصعب في هذا المونديال، مجموعة الموت؟ El grupo más difícil yo creo que puede ser el de Argentina. Es un grupo parejo, pero también el de España es el más complicado, el más difícil. جاهز لنبدأ لعبة التوقعات؟ Estoy listo.
فاموس. نبدأ من المجموعة الأولى، مجموعة صاحب الأرض والجمهور. المنتخب القطري يستضيف إكوادور، بطل إفريقيا السنغال، وهولندا العائدة بقوة إلى المشهد المونديالي. من ستؤهل ومن ستقصي؟ Para mí va a pasar primero Holanda y segundo Qatar. هولندا في الصدارة وقطر في المركز الثاني. لماذا استبعدت السنغال؟ الكثيرون يرشحون السنغال للذهاب بعيدا، خاصة بعد أن توج بطلا لإفريقيا ويقدم مستويات رائعة. Sí, es campeón de África, pero creo que en un mundial es distinto. Y Qatar por ser el país anfitrión y Holanda que es una gran selección, para mí pasan esos dos. المجموعة الثانية، بطل العالم عام 66 إنجلترا يواجه إيران كارلوس كيروش، المنتخب الأمريكي وويلز غاريث بيل. من سيواصل ومن سيغادر؟ Para mí pasa Inglaterra primero y segundo Estados Unidos. إذن الصدارة لإنجلترا والوصيف هو المنتخب الأمريكي، إيران وويلز خارج المونديال. مجموعة الأرجنتين مع الأخضر السعودي، مكسيكو وبولندا ليفاندوفسكي. لا نقاش، الأرجنتين في الصدارة. Argentina primero seguro y después México como segundo. ترى أن المنتخب السعودي غير قادر على التأهل إلى الدور الثاني خافير؟ Es una selección que puede hacer un buen mundial, pero no sé si le va a alcanzar para clasificar. المجموعة الرابعة، بطل العالم المنتخب الفرنسي يواجه أستراليا، الدنمارك والمنتخب التونسي. Francia es el último campeón mundial, es una gran selección. Francia como primero y Dinamarca como segundo. ألا تعتقد أن لعنة البطل ستتحقق في هذا المونديال؟ وربما البعض يقول أن منتخب فرنسا سيغادر المونديال من دور المجموعات. لعنة البطل، أتؤمن بهذا الأمر؟ Es complicado porque hay mucha presión con esta selección de Francia. Todos la dan como candidata, pero para mí va a ser muy difícil. المجموعة الخامسة التي اعتبرتها من أصعب المجموعات لأنها تضم بطلين للعالم هما المنتخب الإسباني والمنتخب الألماني، يواجهان كوستاريكا واليابان. من تؤهل ومن تقصي؟ Dijimos que era el grupo más difícil, pero pienso que va a clasificar España como primero y Alemania como segundo. توقع منطقي جدا. الآن المجموعة السادسة، بلجيكا الثانية على العالم تواجه كندا، المنتخب المغربي بنجومه والمنتخب الكرواتي بقيادة لوكا مودريتش. كرواتيا primero كرواتيا y Bélgica segunda. إذن كرواتيا في الصدارة وبلجيكا في الوصافة. لماذا استبعدت المنتخب المغربي الذي خافير يضم نجوم كثيرون يحترفون في الدوري الإسباني كياسين بونو، كيوسف نصيري، أشرف حكيمي مع PSG، منير الحدادي والعديد من النجوم؟ لا أريد أن أستثني أي أحد. Marruecos es una gran selección, tiene jugadores importantes, pero yo creo que hoy Croacia y Bélgica están un escalón más arriba. المجموعة السابعة، مجموعة البرازيل، بطل عالم 5 مرات، يصطدم بصربيا المتطورة وسويسرا والمنتخب الكاميروني، منتخب افريقي وحيد. من سيواصل ومن سيغادر؟ Brasil primero. برازيل بطبيعة. Brasil es una gran selección. Y segunda Camerún. كاميرون. صربيا مع كوفيتش، متروفيتش، سافيتش، تاديتش. Sí, pero yo creo que Camerún va a ser un buen mundial. على مسؤوليتك خافير. الكاميرون في الوصافة والبرازيل في الصدارة. مجموعة كريستيانو رونالدو، مجموعة البرتغال في مواجهة غانا، أورجواي وكوريا. Portugal primero. برتغال Y بريميرو. segunda Uruguay. أورجواي. إذا الأورجواي في الوصافة وبرتغال بطبيعة الحال في الصدارة. خافير، هذه هي المنتخبات التي أهلتها إلى الدور الثاني.
قبل أن نواصل لنتحدث قليلا عن المنتخب الأرجنتيني. خافير، منذ إحراز لقب كوبا أمريكا الأخير والجميع يلاحظ الفرق في المنتخب الأرجنتيني، برأيك الشخصي وأنت قريب من المنتخب الأرجنتيني ماذا تغير؟ Yo creo que el haber ganado la Copa América ayudó mucho a este grupo, le dio mucho impulso, mucho entusiasmo. Después le ganó la finalísima Italia también. Y este grupo llega a Qatar para ser protagonista. Por eso creo que es candidata a ganar el Mundial. هل برأيك ليونيل سكالوني هو الرجل الأنسب حاليا في هذه المرحلة؟ وهل تتوقع له النجاح في مونديال قطر كمدرب؟ En este momento sí, porque es un entrenador joven, está haciendo un buen trabajo con este grupo y creo que es el entrenador indicado para llevar a Argentina a la final. برأيك خافير ماذا يحتاج هذا الجيل من اللاعبين لإعادة مجددا اللقب إلى الأرجنتين بعد 36 عاما من الغياب؟ ربما قليلا من الحظ. Ganar un mundial es difícil, siempre complicado, pero necesitan un poco de suerte y también necesitan, en ese mes que se va a disputar el mundial, están en la mejor forma. لنواصل التوقعات الآن. خافير، الكرة الهولندية تواجه الكرة الأمريكية، من يواصل ومن يغادر؟ Para mí pasa Holanda. هولندا إلى الدور الثاني، الأرجنتين والدنمارك. أرجنتينا بدون تردد أرجنتينا. إسبانيا وبلجيكا، قمة أوروبية من العيار الثقيل. difícil, complicado, pero creo que va a pasar España. إسبانيا ولوتشو لويس إنريكي إلى الدور الثاني. الآن قمة من العيار الثقيل. Un clásico sudamericano. Clásico sudamericano. Muy difícil. Pero va a pasar Brasil. برازيل، ولكن برأيك ستتأهل بسهولة أم بصعوبة؟ No va a ser fácil, pero va a pasar Brasil. الآن قطر يستضيف على أرضه وبين جمهوره في الدور الثاني المنتخب الإنجليزي. قطر. لا بدنا نروح خافير. برأيك قطر قادرة على الفوز على قطر؟ No, va a pasar Qatar. Yo creo que Qatar va a ser una gran sorpresa en este mundial. طب شو السبب؟ Porque tiene mucho entusiasmo, el hecho de que la Copa del Mundo sea en su país, tienen ese plus para dar algo mejor. إذا قطر تقصي إنجلترا وتتأهل إلى الدور الثاني. الآن الديوك منتخب فرنسا في مواجهة المكسيك. فرنسا. كرواتيا وألمانيا. Partido muy difícil, dos grandes selecciones, pero va a pasar Alemania. ألمانيا. لماذا؟ هل ربما أن porque nadie habla de Alemania antes del Mundial, pero siempre llegan a las fases finales. Siempre. Así que Alemania la veo también que va a clasificar. هل برأيك فليك هو الرجل المناسب في هذه المرحلة، خاصة بعد النتيجة المخيبة والخروج من الدور الأول في مونديال روسيا؟ هل باستطاعته إعادة المانشافت مجددا إلى الواجهة بمجموعة اللاعبين الذي يمتلكها؟ Es verdad, pero yo creo que en este nuevo Mundial tiene una nueva oportunidad y seguramente la va a aprovechar y va a llevar a Alemania a las fases finales. الآن البرتغال في مواجهة الكاميرون وصديقك إيتو. Pero Eto'o Onana, arquero del Inter, pero yo creo que va a pasar Portugal. So hard luck for Eto. إذا هذه هي المنتخبات التي أهلتها إلى الدور الربع النهائي. خافير، هناك حديث دائما عن من الأفضل بين مارادونا وميسي، خاصة أيضا في الأرجنتين الشارع الرياضي منقسم من الأفضل، هل هو ميسي أم هو مارادونا؟ بالنسبة لك من هو الأفضل؟ Estamos hablando de dos fenómenos, porque Maradona en su momento y Messi ahora es el mejor jugador del mundo.
En este momento creo que es Messi, por todo el recorrido que viene haciendo y por todos sus números que tiene. Pero Maradona fue el más grande. برأيك خافير هل فعلا يحتاج ميسي إلى الفوز بكأس العالم كي يثبت أنه الأفضل؟ Es una gran oportunidad para Messi jugar un gran mundial para que el mundo lo vea que es un gran jugador y que es el jugador de la historia. ولكن في حال لم يفز ميسي بكأس العالم هل يبقى هو أفضل لاعب في العالم أم عليه الفوز بكأس العالم كما فعل مارادونا ليثبت أنه الأفضل؟ Yo creo que Messi no necesita ganar este mundial para ser uno de los mejores jugadores de la historia. Messi ya demostró que es un excelente jugador y creo que va a disfrutar de este mundial. لنواصل التوقعات خافير. توتال فوتبول الكرة الهولندية الكرة الشاملة تواجه الأرجنتين مباراة يعني لديكم تاريخ مع المنتخب الهولندي دائما في كأس العالم تلتقون. Mundial 78, Mundial 98, pero creo que va a pasar a Argentina. Es un partido que difícil, pero va a pasar a Argentina. الآن نيمار في مواجهة كتيبة لوتشو. Gran partido. Brasil-España, gran partido. Pero pienso que pasa Brasil. الآن في دور النصف النهائي وضعت كلاسيكو العالم مباراة قمة ربما نهائي مبكر. سنعود للحديث أكثر عن هذه المواجهة المرتقبة. الآن فرنسا والمنتخب القطري حامل اللقب. Acá termina el Mundial de Qatar y pasa a Francia. إذن فرنسا إلى الدور نصف النهائي. برأيك خافير وصول المنتخب القطري في أول مشاركة مونديالية له إلى هذا الدور هو بحد ذاته إنجاز للكرة القطرية وكذلك الآسيوية بحال تحقق هذا الأمر طبعا. Yo pienso que si Qatar llega a esta instancia ha hecho un gran mundial. Para mí sí que merece ser reconocido como que ha hecho un gran mundial. الآن ألمانيا والبرتغال. فليك في مواجهة المدرب المخضرم سانتوس. Alemania. لماذا؟ Alemania. Porque Alemania es un equipo que trabaja muy bien en conjunto y tienen una cultura de trabajo muy identificada. إذن 4 منتخبات أهلتها خافير إلى الدور النصف النهائي. منتخبان أوروبيان سيصطدمان في هذا الدور وعلى الطرف الآخر كلاسيكو العالم بين دوس كلاسيكو واحد أوروبي وواحد لاتينو أمريكي. قبل أن نواصل التوقعات كان لديك مسيرة حافلة في إيطاليا مع الإنتر. كيف تلقيت خبر عدم تأهل المنتخب الإيطالي إلى المونديال وهو الغائب الأبرز عن مونديال قطر؟ La verdad que fue una desilusión para Italia porque por segunda vez consecutiva no clasificó al mundial y se vivió con mucha tristeza. Venía de ganar el europeo y tuvo la posibilidad de clasificar y no clasificó para Qatar. Y en Italia hay mucha tristeza por no participar al mundial. بس برأيك هل سبب عدم تأهل المنتخب الإيطالي هو تراجع الدوري الإيطالي مقارنة بالدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي؟ Creo que no se clasificó porque el fútbol también tiene estas cosas. Tuvo la oportunidad y falló 2 penales en 2 partidos claves y eso lo dejó afuera del mundial. La misma selección italiana venía de ganarle la Eurocopa, pero bueno, esto es el fútbol. كرة القدم المجنونة. خافير ب 98 أمام إنجلترا سجلت هدفا رائعا جدا ومما لا شك ما زال محفورا بذاكرتك وذاكرة الأرجنتينيين. دعنا نعود إلى تلك اللحظة. من كان صاحب هذه الفكرة؟ Fue el mejor gol de mi carrera, porque hacer gol en un mundial contra Inglaterra
en octavo de final era muy importante para mí y la verdad que la jugada salió perfecta. Batistuta, Verón, todos pensaban que ellos podían patear directamente y la terminaron definiendo conmigo. Y fue un gran recuerdo y la verdad que fue uno de los mejores momentos de mi carrera futbolística. هل تمرنتم على هذه الركلة في التمرينات أم؟ En los entrenamientos practicábamos esa jugada y salió a la perfección en el momento que Argentina más lo necesitaba. لنتكلم عن الانتر بعد فوزك بكل شيء معهم كلاعب. ما هو طموح خافير زانيتي الإداري مع الانتر؟ Yo creo que el Inter siempre es un club muy importante a nivel mundial. En todas las competiciones tiene que ser competitiva, protagonista. Y este año esperemos llegar a las fases finales porque creo que el Inter tiene un equipo como para poder demostrar que está para cosas importantes. بعد فوز الانتر بالسكوديتو ومن ثم فوز الغريم التقليدي اي سي ميلان، حاليا الانتر متراجع قليلا في الدوري الايطالي، ما السبب؟ El campeonato recién empieza, creo que hay tiempo. Ahora empieza un ciclo de partidos muy importantes y ojalá que el Inter pueda empezar a escalar la clasifica. لنواصل مربع الكبار كلاسيكو العالم، يعني نهائي مبكر خافير، هناك فائز واحد. برأيك إذا ما التقوا البرازيل والأرجنتين من سيفوز؟ وهل هو اختيار القلب أم العقل هنا؟ No. Argentina y Brasil es un clásico mundial, no solo de Sudamérica. Son dos grandes selecciones y la verdad que es un partido muy difícil, muy complicado, pero mi corazón me dice que va a ganar Argentina. ولكن لو طلبت منك أن تحلل هذه المباراة وتختار اختيار العقل والتحليل الفني والمنطق الكروي، هل كنت ستختار البرازيل؟ No. Yo creo que siendo Brasil siempre un rival difícil de enfrentar, yo creo que esta Argentina tiene jugadores desequilibrantes como para poder complicar a Brasil. Y lo demostramos en la última Copa América que hemos ganado. برأيك ماذا عليه المنتخب الأرجنتيني أن يفعل إذا التقى بالبرازيل ليتخطى البرازيل؟ Tiene que defender muy bien porque Brasil tiene jugadores importantes, sobre todo en ataque. Neymar, todos jugadores que desequilibran. Y si Argentina está bien en defensa, después con Messi, con otros jugadores importantes, Di María, puede complicar a Brasil. إذن أرجنتينا إلى نهائي مونديال قطر. الآن قمة أوروبية كذلك كلاسيكو أوروبي كما ذكرت خافير بين فرنسا وألمانيا. Otro partido, otro clásico, ahora europeo, pero pienso que va a pasar a Alemania. ألمانيا، ولكن ألا تعتقد أن الأسلحة التي يمتلكها ديدييه ديشان من ناحية المهاجمين وكذلك خط الوسط والدفاع هي أقوى من أسلحة الفنية التي يمتلكها فيليك مدرب المنتخب؟ Yo creo que Francia es un gran equipo porque tiene grandes jugadores. Mbappé tiene jugadores desequilibrantes, pero en este tipo de partidos también juega mucho la experiencia, el jugar en grupo, y Alemania tiene tradición mundialista y por eso va a pasar a Alemania. إذن ألمانيا تقصي حامل اللقب وتتأهل إلى نهائي مونديال قطر. برأيك قادر المنتخب الأرجنتيني أن يثأر من خسارة المونديال عندما سجل جوتسي الهدف الوحيد وفازت ألمانيا على الأرجنتين؟ مباراة ثأرية. Se repite la final de 2014. 86 en México, entre Argentina y en el Mundial 90 también. مونديال 90. Sí. قبل أن نتعرف على هوية الفائز خافير، أفضل مدرب مر على مسيرة خافير وأثر عليه كثيرا كلاعب. He trabajado con estos entrenadores que son grandes.
pero la verdad que si tengo que nombrar uno, digo José Mourinho. خوسيه مورينيو سبيشال وان. Special One. أكثر أقوى خصم واجهته كلاعب في مسيرتك؟ Tuve la suerte de jugar con grandes jugadores y la verdad que Ronaldo, el fenómeno, era muy difícil. خافير الآن بكلمة، من هو أكثر لاعب مشاغب لعبت معه؟ Maicon, el brasilero Maicon era el que más nos hacía divertir. توقعت بالوتيلي. Balotelli también, pero Maicon era muy divertido. أكثر لاعب عصبي لعبت معه، هو جدي جدا. Más nervioso y Materazzi. Materazzi era uno que siempre estaba muy concentrado y muy en el partido. أكثر لاعب مرح لعبت معه؟ Ronaldo, Adriano, Julio César. Sobre todo los jugadores brasileños son muy divertidos. خافير، الكل يعلم أنك رياضي بامتياز وأنك تواصل التمارين الرياضية دون استثناء يومياً. ما هي الرسالة التي توجهها ليس فقط للاعبي كرة القدم وإنما للجمهور؟ أهمية الرياضة وللشباب بشكل عام، أهمية الرياضة ليس فقط كرياضي وإنما أن نتبعها كأسلوب حياة. El mensaje para los jóvenes sobre todo es que practicar deporte ayuda a la mente y te hace sentir bien, sano, y yo invito a todos los jóvenes y a toda la gente de que practique cualquier tipo de deporte porque ayuda mucho a la salud. خافير بكلمة، من هو أفضل لاعب بالعالم عبر التاريخ برأيك؟ El fútbol tiene muchísimos grandes jugadores, pero en la historia مارادونا. أفضل لاعب بالعالم بالوقت الحالي حالياً؟ Ahora Messi. ميسي. الآن خافير، وصلنا لنهائي مونديال قطر. المنتخب الأرجنتيني يريد الثأر من المنتخب الألماني. عندما تابعت هذا النهائي 2014، ماذا كان ينقص المنتخب الأرجنتيني؟ بعض الحظ أو ربما بعض الفينيشينج من إيغوايان؟ En el 2014 Argentina tuvo las situaciones de gol como para poder ganar, pero después, bueno, no las pudo convertir y Alemania terminó siendo campeón del mundo. Esta vez acá en Qatar yo creo que Argentina se va a tomar la revancha y va a ganar la final. برأيك رح تروح إلى ركلات الترجيح في حال يعني هذا المشهد تحقق والتقى المنتخبان في النهائي، أم سيحسمها ميسي؟ Extra time. No penalty. Extra time, gana Argentina. إذن خافير، من هو الفائز بمونديال قطر؟ ألمانيا. Argentina, campeón del mundo en Qatar. دون تردد. Sí. إذن vamos أرجنتينا، فيسكا أرجنتينا. أرجنتينا بطلة لكأس العالم لمونديال قطر، وليونيل ميسي يرفع اللقب المونديالي الأول في مسيرته. تتمنى أن يتحقق هذا الأمر، خاصة خافير أنك ستكون متواجد طوال فترة كأس العالم هنا. Yo voy a estar en Qatar durante todo el mes del Mundial, así que voy a disfrutar mucho de Messi, de todo el equipo y de que Argentina sea campeón. خافير زانيتي، أسطورة الكرة الأرجنتينية وأسطورة الإنتر، شكرا جزيلا على قبولك الدعوة في برنامج توقعاتي، وأنا شخصيا أتمنى أن يتحقق هذا الأمر وأن تفوز الأرجنتين وليونيل ميسي بمونديال قطر 2022. شكرا جزيلا. Es un placer. Un placer para mí poder estar acá en este programa. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Thank you.